يا سلام، ولا أحلى ولا أجمل ولا أطعم من الاستريبس بتاعنا النهاردة. انسي أي طريقة تانية شفتيها وشوفي الطريقة دي، بجد لازم تجربيها. أحلى استريبس ممكن تعمليه وفي بيتك وفي إيدك انتي، حاجة كده يا نهار أبيض ملهاش حل. طعمها جميل جدا، والكفر بتاعها طعمه أجمل، وشكلها بقى زي ما انتوا شايفينه مش محتاج كلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا متابعيني الغاليين من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى هعمل معاكم طريقة الفراخ الستريبس، طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، يعني حاجة كده أفضل كتير من اللي ممكن تكوني بتجيبيها من بره. دي كمية الصدور اللي أنا هستخدمها النهاردة في الفراخ. اعمليها بقى بعيش الكريب أو بالعيش السوري أو بالفينو، أو حتى كمان ناكلها بالعيش البلدي. المهم نعمل الطريقة اللي هنشوفها النهاردة في الفيديو. دي الصدور بتاعتنا بعد ما قطعناها كلها بشكل كده متساوي زي بعضيها، وبالشكل الطولي اللي انتوا شايفينه ده اهو. نقطعها زي بعضها بالظبط عشان خاطر يكون كله شكل واحد اهو. يلا بينا بقى نحضر التتبيلة الجامدة اللي هنعمل بيها الستريبس. التتبيلة اللي معانا النهاردة زي ما انتوا شايفين اهي، هنستخدمها دلوقتي وهقول لكم كل صنف فيها اسمه ايه، وكمان هكتبها لكم في صندوق الوصف. معايا هنا بولة هنبتدي ننزل فيها بكوباية من اللبن، كوباية صغيرة كده من اللبن، وهننزل على اللبن بربع كوباية صغيرة من اللبن الرايب. يبقى كوباية صغيرة من اللبن عليها ربع كوباية لبن رايب. وكمان هننزل بشوية من مرقة الدجاج الفورية، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعايا هنا معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة كمان صغيرة من البصل البودر، وهنا معلقة كمان من الكاري، ومعلقة من بهارات الفراخ. وهننزل بكمان معلقة من الفلفل الأبيض، ومعلقة من الملح الصيني. لو ما عندكيش فلفل أبيض استخدمي الفلفل الأسود. أحلى بهارات ممكن تحطيها في الخلطة بتاعتنا اللي احنا حطيناها. هقلبهم كويس جدا، وزي ما قلتلك هكتبلك كل البهارات دي في صندوق الوصف. امزجي بقى المكونات دي كلها مع بعضها في اللبن. تمام كده اهو. هبتدي بقى انزل بالستريبس بتاعي في الخلطة. طبعا المفروض ان التتبيلة دي تقعد عندك مش اقل من يوم كامل في التلاجة، يعني نحطها من بالليل ونبتدي نشتغل فيها الصبح. هيكون الستريبس بتاعك شرب كويس جدا من الخليط. ولو مش هتحطيها من بالليل مش هيكون اقل من ساعتين في التتبيلة. هدخلها والصبح هنشتغل فيها على طول. زي ما انتوا شايفين طلعتها من التلاجة، وهبتدي بقى اجهز الكفر بتاع الستريبس. معايا هنا دقيق نزلت عليه بمعلقة من النشا، ومعلقة من الملح الصيني، ومعلقة كمان صغيرة من الفلفل الأبيض، وطبعا معلقة من الشطة. عايزاها حار حطي معلقة الشطة، مش عايزاها خلاص. ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة برضو من البصل البودر. أنا هعمل نوعين، هعمل نوع في الدقيق ونوع كمان في الكورن فليكس.
هقلب الاول كل المكونات اللي انا حطيتها دي في الدقيق. ادي الكورن فليكس اهو، مش هنعمل فيه حاجة، هو تمام كده. وهنا بقى معايا بالظبط 4 معالق من اللبن، وزودت بقية البولة مية ساقعة. هعمل الكفر ازاي؟ هبتدي انزل الستريبس بتاعي في الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه، وابتدي بقى اضغط عليه كويس عشان يعمل لي كفر حلو كده زي اللي بنشوفه. وبعدين هننزل في المية اللي فيها اللبن، وهرجع تاني اعمل نفس الحكاية في الدقيق اهو. لو عندك شبكة بقى على صينية رصيها كده من فوق عشان الدقيق الزيادة ما يتكتلش فيها اهو. هكرر الموضوع ده لحد ما اخلص نص كمية الستريبس، والنص التاني زي ما قلت لكم هعمله في الكورن فليكس اهو. اضغطي عليها كويس اهو، تمام كده. هخلص نص الكمية وهبتدي اعمل النص التاني. هنا بقى هبتدي اخد الستريبس وانزل بيه على طول في الكورن فليكس، واغطيه كويس واضغط عليه عشان اعمل له كفر حلو اهو. شايفين اهو. مش عايزه اقول لكم بقى التتبيله عامله ازاي وريحتها جميله جدا. هنخلص بقيه الكميه ونرصها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا انا رصيتها بالشكل ده ودخلتها التلاجة لمده نص ساعه. مهم تدخليها التلاجة بعد ما تحط لها التتبيله عشان الكفر بتاعها يكون متماسك وما تهرولش منك في الزيت او تنزل منك حاجات في الزيت اهو. هبتدي بقى على طول اقلي فيها زي ما انتوا شايفين. الجريل بقى على النار وحطيت الزيت وابتديت ان انا اقلي على طول اهو. الزيت بتاعي نضيف والستريبس طالع متماسك وكويس جدا اهو، طالع ذهبي وجميل جدا، والزيت بتاعنا نضيف علشان الكفر متماسك ما ننزلش اي حاجه خالص اهو. وهكمل بقى هنا اللي هو بالدقيق. انا طلعت اللي هو بالكورن فليكس ودلوقتي بقلي اللي هو بالدقيق. الكفر بتاعه جميل جدا ولونه ذهبي وجميل. احلى ستريبس عملناه النهارده. هطلع بقى الكميه دي اهو. شايفين خلصنا الكميه بتاعتنا، وشايفين طبعا نهايه الفيديو معانا النتيجه طالعه عامله ازاي. يا نهار ابيض، جميل قوي من جوه ومقرمش من بره. ريحته جميله جدا وطعمه اجمل. الكفر بتاعه متماسك وشكله بجد يفتح النفس.